اعمل ايه اكتر من كده؟ اعمل ايه ليكوا اكتر من كده؟ مخابرات ايه وامن دولة ايه ولجنة رئاسة ايه؟ ده انتوا خليتوها خل. لكن ان شاء الله شعب مصر مش هيسمع. الامر الثاني والمهم جدا، لما لقيت بلدي بتغرق رفعت الدعوة 3746 لسنة 66 قضائية علشان انقذ مصر انها تقع في مصيبة تانية، عشان نوقع الكشف الطبي على اللي هيبقى رئيس يقود مركب فيها 85 مليون مصري. يا ترى تقبلوا ان رئيسكم يكون عنده صرع مثلا، مريض بالصرع يترمي في الارض، ولا يكون رئيسكم خمرجي قاعد يضرب وسكران بيشيلوه مرابعة من سمراميس او من بلوز في الزمالك؟ يا ترى تقبلوا ان يكون رئيسكم لا مؤاخذة شايل حمول؟ اللي بيروح يطلع رخصة عربية بيكشفوا عليه علشان يتأكدوا من سلامته، بيجيب شهادة من طبيب باطنة وشهادة من طبيب نظر. فما بالكم باللي هيسوق دولة فيها 85 مليون مصري؟ مش لازم نتأكد من سلامته انه يقدر؟ رئيس الدولة قائد السفينة لابد انه يكون سليم صحيا وسليم عقليا وسليم نفسيا، ومش واقع تحت تأثير خمرة ولا مخدرات ولا لا مؤاخذة مش عايز اكررها. وتحددت جلسة بس هدفنها بعد في 29/5 علشان يرازونا بمصيبة جديدة. يبقى واحد متلقح على ظهره في المحكمة المخلوع والتاني متلقح على وشه. مصيبة يا شعب مصر. هعمل ايه اكتر من كده؟ اجهزة نايمة على ودانها، ناس ما بتراعيش ربنا، ناس عايزين يلبسونا في الحيطة. عمري ما كنت بقول الكلام ده عشان اشهر بحد، لكن لما تيجي بقى على مستقبل 85 مليون مصري مش هسكت وهقول كل حاجة. ومش جايب حاجة من عندي، ده جريدة الوفد وارجعوا لها. قال لك مصدر امني يصرح ان اجهزة الامن لديها تسجيلات لمرشح في اوضاع شاذة. جريدة الوفد بتاعت سيد البدوي ده ما اكتفاش بكده، لا ده في برنامجه على قناة الحياة اكد الخبر وزعه على الملايين والناس نايمة في العسل. احنا بنقول للسيد البدوي لا ده انت في الوقت ده بقى لازم تقول لنا مين المصدر الامني، ولازم يفرج عن الشرايط اللي عنده. المسألة ما بقتش تحتمل. ولا احنا مستنيين لما يجي لنا مصيبة تانية ونبقى فضيحة في وسط البلد وفي وسط الدول؟ الناس هتاكل وشنا. ومش بعيد طبعا ان الحاجات دي تبقى عند دول تانية. انا بعمل اللي عليا وانتوا لازم تعملوا اللي عليكم وتستبعدوا الناس اللي ما تنفعش، لان دي بلد